أجرتها علشان تراقب جوزها وتغويه علشان تتأكد إن هو خاين. لكن اللي بيحصل إن هي بتعجب بيها وبتدخل في علاقة معاها. مش بس كده كمان دي بتدخل في علاقة برضو مع جوزها. مش بس كده كمان بتدخل في علاقة مع ابنها وبتدخل مع العيلة كلها. فتعالوا بينا مع بعضينا نشوف ايه حكاية البنت دي وايه اللي هيحصل. لكن طبعا قبل ما نبدأ فيلمنا اوعى تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا. ويلا بينا نبدأ الفيلم بتاعنا. يلا بينا صديقي. فيلمنا بيبدأ مع بنت جميلة جدا واللي اسمها كلوي، واللي كانت واثقة جدا في نفسها وواثقة في جسمها ونفسها، لأنها كانت شغالة كده شغل لا مؤاخذة ايه شمال، يعني شمال شمال. وبنعرف ان هي كل يوم مع راجل شكل ده ملناش دعوة بيه. بنروح بقى للدكتورة ايمي اللي بنعرف ان هي شغالة دكتورة نساء وتوليد، وكانت في العيادة دكتورة شاطرة جدا جدا. وجوزها اللي هو ايه تومي اللي كان شغال محاضر بيدي محاضرات وندوات، وكان مشهور جدا جدا بين الطلبة بتوعه لدرجة ان هم بيحبوه حب شديد جدا، يعني اكتر من حب مدرس يعني. المهم بقى صاحبتنا بتبقى عاملة حفلة لجوزها اللي هو المفروض كان بيدي محاضرة في مدينة تانية، وعازمة كل زمايلهم الدكاترة وزمايله هو، لكنه بيفاجئها بمكالمة تليفون ان هو ملحقش الطيارة لانه عنده شغل. واضح كده الشغل وراه، واخدين بالكم؟ جميل الشغل. طبعا صاحبتنا بقى بتضطر تطلع للضيوف وبتتأسف لهم وبتلغي الحفلة وبتروح تشيل الميك اب بتاعها، لكنها بتبقى زعلانة جدا جدا. والباشا بيجي الصبح ولا كأن اي حاجة حصلت، وبيقعد كده يفرش سنانه وكل حاجة وهي بتتفرج عليه اللي هو ايه ده. طب تعالى لي بقى، انت كنت فين امبارح والحفلة وي وي وي. لكنه بيعتذر لها وبيقول لها ان هو عنده شغل. بعد كده بتطلع بره فبتلاقي ابنها جايب لما مؤاخذة حد كده، والاتنين ماشيين بالاندروير بره. فبتقول لهم ليه بره، خليكوا جوه. ونعم التربية بتربيه، ولا ونعم التربية فعلا. المهم بقى بتمسك تليفون جوزها بالصدفة فبتلاقيه متصور مع بنت امبارح وبتقول له من ماريا يا حلاوتك. فبتاخد جوزها بقى وبيروحوا هناك عشان يتعشوا في فندق، وهناك بتقابل البنت اللي اسمها كلوي في الحمام، والاتنين بيتعرفوا على بعضيهم. وبعد لما بتطلع على طول بتبص عليها فبتلاقيها قاعدة مع راجل غريب، وهي عارفة الرجالة اللي بتروح معاهم. والبنت كلوي بتبص لها وعرفت ان هي خدت بالها منها، وعرفنا ان كلوي شغالة شغل شمال لمؤاخذة يعني. المهم صاحبتنا بعد لما بتروح على مع جوزها تاني يوم على طول بتروح لكلوي، وكلوي بتجيلها من نفسها في البار وبتقولها على بلاطة كده انا شاكة ان جوزي بيخوني وعايزك تقربي منه وتغريه علشان اتاكد اذا كان خاين ولا هو كان وافي ليا بجد، وطبعا مقابل فلوس هديها لك. وبالفعل اديتها مكانه وبتقولها ان هو كل يوم بيشرب شاي في المكان ده. كلوي بقى راحت قعدت قدامه على طول وقعدت تبصله نظرات، وعلشان توقع اي راجل بصله كده واضحك له زي كلوي. قمر بنت اللذينه. المهم يعني بنت الشمال ديت قعدت معاها على طول وقالت لها على كل حاجه، قالت لها ان انا قعدت معاه وحاولت ان انا اغريه واتكلم معاه لكنه ما ادانيش اي اهتمام خالص، يا دوبك اتعرف عليا بس وسالني عن اسمك وكده. فقالت لها بس كده، قالت لها اه ما تقلقيش جوزك راجل وفي. فقالت لها والله انت كده عملت اللي عليكي خلاص، وبتطلع لها الفلوس وبتحاسبها. بتروح لجوزها بقى علشان وتدخل له هناك، فبيعتذر لها وبيقول لها انا اسف جدا ان انا مشغول عنك الفتره اللي فاتت، وبيتكلم معاها وهي بتبقى معجبه جدا وبتضحك جدا ولا كانه حصل اي حاجه. بعد كده بيراضيها والاتنين بيرجعوا حبايب زي الفل. لحد بقى بعدها بيومين على طول كلوي بتبعت لها وبتقول لها قابليني بسرعه في الحانه مره تانية. فبتروح تقابلها وبتقول لها ان هي راحت تاني يوم بالصدفه المكان صدفه. وطبعا عرض عليها جوزها ان هو ياخدها في مشوار معاه، والاتنين طبعا عشان هي شمال راحت معاه، وراحوا معاه المكان كده وعملوا اداها واحد بمعنى الكلمه يعني. المهم جت تمشي فوقعت في الارض على طول، فالدكتوره طبعا اخدتها وبدات تغير لها على الجرح، لكن نظرات كلو ليها كانت مقلقه جدا يعني مالك في ايه. وقالت لها على اللي حصل بالظبط. بتحكي لها كلوي كل حاجه بنت اللذينه بالظبط او مش بالظبط يعني. بتقول لها وانا طبعا على الشمال عشان شمال يعني، فانا استسلمت له على الاخر يا بنت اللذيذة. المهم بقى صاحبتنا راحت تستحمى وكانت تعبانة جدا من الموضوع ده، ازاي جوزها اللي بيحبها يخونها بالطريقة دي. تاني يوم على طول كلوي راحت لها العيادة هناك اللي هي شغالة فيها دكتورة، وهناك اتعرفت على ابنها وقالت اهو اي حاجة من ريحة الحبايب وبتتعرف عليه. بتجيلها بقى على طول الدكتورة وبتتكلم معاها وبتقولها انت ايه اللي جابك هنا. فقالت لها انا جاي اسلم عليكي بس مش اكتر، مش احنا اصحاب ولا ايه. فسابتها ومشيت. بعد كده بعتت لها رسالة وقالت لها قابليني ضروري بسرعة بسرعة في الفندق، وادتها عنوان الفندق. فصاحبتنا كانت قاعدة مع زمايلها فاعتذرت لهم وراحت لمين لكلوي، وقالت لها هناك اول لما دخلت اقعدي على الكرسي ما تقعديش على السرير، لان حست ان هي مش مظبوطة معاها يعني. المهم بقى البنت قعدت معاها وبدأت تكلمها باسلوب اغراء جدا جدا يعني بتغري بنت زيها. فقالت لها بقول لك ايه، غيري هدومك وتعالي ننزل نتكلم تحت. نزلت تتكلم تحت فقعدت تحكي لها عن جوزها حاجات كتير لحد ما خلت الدكتورة تعيط على الاخر.
فقالت لها هاتي راسك ابوسها. راحت بايسه كل حاجه الا راسها. افهموا انتوا بقى. المهم بقى صاحبتنا جريت بسرعه وراحت حضرت حفله لابنها مع جوزها، وهناك جوزها بيتكلم معاها وبيقول لها ان هو مشغول وان هو هيسيبها دلوقتي وهيمشي. فقالت له مشغول فعلا. فقالت له ماشي. راحت رايحه بسرعه جري جدا على المكان اللي فيه كلوي، ودخلت لها هناك في الفندق وقعدت على السرير وقالت لها بقول لك ايه، شوفي شغلك بقى على طول. وبالفعل كلوي على طول بتشوف شغلها على اتم وجه، وبعد ما بيخلصوا كلوي بتتعب في الشغل بنت اللذينه. وطبعا لازم نقول ايه صباحيه مباركه للعرسان الاتنين. بتروح البيت بقى هناك وجوزها مستنيها على احر من الجمر لانها اخرت جدا واول مره تعملها، فاتخانق معاها فاتخانقت معاها وقالت له والله روح شوف تصرفاتك بعد كده تعالى اتكلم على تصرفاتي، وكانت زعلانه جدا بالنتيجه اللي وصلت لها. المهم تاني يوم كلوي بتبعت لها صوره وهي لا مؤاخذه معاها كده الاتنين مع بعض، وجات لها هناك وبتقول لها ايه رايك في الهديه بتاعتي، فبتشتمها الدكتوره وبتزعق معاها وبتقول لها مش عايز اعرفك مره تانية يا شمال، بمعنى الكلمة كده على طول. فراحت زعلت كده واتضايقت، راحت بقى لمين؟ للاستبن ابنها، وقالت له بقول لك ايه رايك نتقابل انا وانت ونخرج ونهزر مع بعضينا، مش احنا اتفقنا ان احنا هنبقى اصحاب؟ والتاني زي اللهبل ما يعرفش اي حاجه ان هي هدفها امه مش هدفها هو اصلا خالص يعني، وبيوافق وكده حاطط الاستبن معاه. بتروح بقى صاحبتنا البيت وهي بتفكر هتعمل ايه في المصيبه اللي هي حطت نفسها فيها دي. فراحت هناك فطلعت على مين تكلم ابنه، وبتقول له ابعد عن كلوي نهائي، وبتقول له دي واحده شمال وكده. وبتلاقي رساله موجوده مع مين على تليفون ابنها على طول انها كانت بتبعت له. فاخدت التليفون على طول ورنت على كلوي وقالت لها بقول لك ايه تعالي قابليني في اللي هو ايه في المحل ده، وعزمت جوزها على نفس المحل وخلت الاتنين يقربوا من بعضهم علشان طبعا تكتشف اذا كان جوزها ليه علاقه بيها ولا لا. لكن الغريب ان جوزها مش بيتعرف على كلوي اصلا، وبتستنتج من كده ان البنت كانت بتكذب عليها في كل اللي حصل. فحكت لجوزها بقى على كل حاجه عملتها، فجوزها طبعا اتضايق منها وجري وقال لها انت ازاي تعملي حاجه زي كده، طب انت ليه معرفتنيش؟ فقالت له بقى ان هي كانت زعلانه ومتضايقه وحاسه ان هي بتتخان. والمهم الاتنين في الاخر اتصالحوا ورجعوا لبعضيهم الحمد لله. وطبعا مين اللي كان واقف وبيراقبهم؟ كلوبي، اللي اول لما شافت الكلام ده كله اتضايقت على الاخر وراحت لمين؟ راحت بقى على طول ليه لابنها وقالت له بقولك ايه يلا بينا دلوقتي مع بعضينا. ودخلت الاوضه بتاعت مين؟ بتاعت امه، وقالت له انا مش هعملها غير في الاوضه بتاعت امك، بمعنى الكلمه كده. وقعدت تعلي صوتها في الشقه عشان الكل يسمع. وبالفعل عملت التارجت بتاعها وكلو بتسمعها فوق وبتدخل عليهم. فالواد اول لما بيشوفها بيقول لها ايه ده؟ امي قفشتيني ازاي دخلت هنا يا ابني دي اوضتها. وبتقول لها هو انت بتعملي ايه مع ابني يا بنت اللذينه، مش انا قلت لك ابعد عنه؟ فقالت له بقول لك ايه انا بحبك انت ومش ابنك، وانت اللي بعدت عني وهكرتيني. والاتنين بيحصل خناقه بينهم هما الاتنين بالايد على طول. وكلوي بتقول لها انا مش هسيبك انا بحبك انت والنبي. فكلوي اتهورت وكانت هتقتلها لكنها خفت عليها. بعد كده بستها بوسة الوداع وقالت انا اضحي بنفسي، وراحت رمت نفسها من الشباك على طول. ما في داهية يا ماما يعني كلبة وراحت. المهم بقى بتيجي الشرطة على طول بتحقق في الموضوع وبتعرف كل حاجة عن البنت دي، وبكده بينتهي معانا ملخص الفيلم ده. لو عجبك يا صديقي اوعى تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.